السلام عليكم. فيديو جديد مع بوسي في الاهلاوي. حابب اشكر كل واحد مشترك معايا في القناه، واتمنى من ربنا ان شاء الله المزيد عشان صوتنا يوصل لاحلى ناس في الدنيا ان شاء الله بدون مقاطعه. كلامي للاعيبه الاهلي، كلامي للاعيبه الاهلي. يا لعيبه الاهلي، ماتش الدوري كوم، ولقاء الزمالك اللي جاي كوم تاني كله. ماتش القمه اللي جاي معناه لكل اهلاوي في مصر تعب سنه. اوعوا يا لعيبه الاهلي تعب سنه تغلطوا على جمهوركم. كل واحد في الزمالك تفكيره إدارة وجمهور ولعيبة عايزين يكسبوك ويغلطوا على جمهورك يرضاك. لكل واحد في لعيبة الأهلي اللي جمهورك اتغلط عليه بعد تعب سنة وراكم وانتوا شرفتونا، كملوا الواجب. كملوا الواجب يا لعيبة الأهلي. اوعوا تنسوا جمهوركم ولا حد يتكلم عليك كلمة. اوعوا، كل تفكيركم ان شاء الله بعد النهارده الاجازه اللي انتوا واخدينها تخلص، تنزلوا بكره كل واحد طالع من بيته مفيش قدامه يا لعيبه الاهلي الا جمهورك. لو كل واحد من لعيبه الاهلي حط وهو طالع من بيته رايح النادي لمعسكر جمهوره واحترام جمهوره، اقسم بالله هنكسب الزمالك بكتير. وانا واثق بربنا ولاعيبه الاهلي عشان عارفين جمهورهم بيساندهم قد ايه وبيحبهم قد ايه ومحترمهم قد ايه. جمهور الاهلي بيحترم لعيبته، اوعى حد يفكر غير كده. كل جمهور لو اصغر مشجع لاكبر مشجع بيحترم اللعيبه بتاعته عشان لعيبته رجاله ومؤدبه ومشرفينا. كملوا الواجب يا اهلاويه، كلامي لكم يمين الله. لعيبه الاهلي كملوا الواجب، انتوا عملتوا اللي عليكم ومحدش فيكم قصر، ولا مدرب قصر ولا اداره قصرت. الحاجه الوحيده اللي انتوا كملوا واجبكم يا لعيبه الاهلي، فرحوا جمهوركم الخميس بالدوري. اسعدونا زي ما انتم بتسعدونا. خلوا كل واحد اهلاوي راسه مرفوعه زي ما انتم مخلين راسنا مرفوعه. يمين الله انتوا لعيبه الاهلي اللي مخلين راسنا مرفوعه باحترام كلنا ومساندك كلنا. بيساندونا، مخلينا راسنا مرفوعه قدام اي حد في افريقيا ومصر. يمين الله، هات لي مشجع اهلاوي راسه مكسوره، لا مش هتلاقينا احنا. وانتوا عارفين مين اللي راسهم مكسوره، اللي قاعدين عايزين يشمتوا ويبوظوا عليك اي فرحه، بس مش هتحصل عشان معانا ربنا ولاعيبه الاهلي. لعانا ربنا مع المحترمين ولاعيبه الاهلي الرجال. حد ينسى دور اي لعيب؟ لا. احنا رحنا ناخد البطوله من المغرب وكل الدنيا كنا قالت هنكسب وان شاء الله، وكسبنا. ما شاء الله عليكم ولاعيبه الاهلي، ما شاء الله وخمسه عليكم ان شاء الله بدون مقاطعه. 1-1 هيفرحنا. والماتش ده يا جماعه هيخلي كل اللي سنه. انت بتحارب كام جبهه دلوقتي؟ كام جبهه بتحاربها؟ شوف جمهور الزمالك مستني ايه لك، شوف جمهور الاسماعيلي وحقده لك، شوف جمهور المصري وغله لك. شفتوا يا جماعه انت بتفتحوا علينا كام باب؟ عشان كده بطالب كل واحد من لعيبه الاهلي، وقلتها وبقولها لكم تاني، وانت خارج من بيتك واخد شنطتك ورايح على النادي، قدامك هدف اسعد جمهورك وبقى على ربنا. طول ما انت طالع متوكل على الله تسعد بني ادم، ربنا يحققها لك. صدقني يا لعيبه الاهلي، صدقوا والله العظيم لو انتوا طالعين وجديه وطالعين اللي انتوا تسعدوا جمهوركم، ربنا هيوفقكم في الماتش ده. وانا عارف اللي انتوا هتبقوا قدها، اقسم بالله خلقني عارف اللي انتوا لعيبه رجاله وهتعملوا اللي عليكم من اول دقيقه لاخر دقيقه. اوعوا الجمهور يستفزكم، اوعى يا كهربا حد يكون عنده غل ويطلعوا عليك وترد عليه. لا، غلك في الملعب، اتضايق في الملعب وهات فيهم اجوان يا كهربا. يمين الله ركز، والله هتجيب بدل الجون جونين يا كهربا في ماتش القمه ده وانت اللي هتفرحنا. هتشوف يا كهربا من ابوسي في الاهلاوي وبقى افتكرني يا عم باي حاجه حلوه. هتجيب جونين ان شاء الله يا كهربا في ماتش القمه ده عشان ربنا بيحبك، عشان انت استحملت اللي ما حدش استحمله. استحمل، واللي ما يشوفش كده يبقى انسان اناني. استحمل، اتشتم واتبهدل هو واهله واسرته واخوه، كل ده كهربا استحمله. رد على حد؟ هل كهربا اساء لحد؟ ده عملوه بدل الفيلم 100 فيلم. والله العظيم عملوا الكهربا بدل الفيلم 100 فيلم. بس ان شاء الله انت لو كهربا اللي هتفرحنا مع الرجاله، مع الشناوي شنو اللي ابوسي في الاهلاوي اتحدى الدنيا كلها وانت قاعد في البيت وانت واخد الاجازه، وعلى راسهم رضا عبد العال قال لك ده يقعد في البيت ما يلعبش كوره ولا في اهلي ولا منتخب، ومصطفى يونس ومجدي عبد الغني وكل ده. وانا الوحيد اللي قلت لك احنا عندنا احسن جون في مصر وعندنا اقدم جون في مصر.
وعندنا مين؟ عبد المنعم، مين زينا مين؟ وياسر ابراهيم ومحمد هاني وعلي معلول وديانج ومروان. وعندنا مين؟ ربنا يوفقه، حمدي فتحي، مين زيه مين؟ اللي من كل اهلاوي محترم سندك يا حمدي يا فتحي، عشان انت ما قصرتش في حاجه. انت يا حمدي يا فتحي ما قصرتش، يمين الله. ولا عندنا مين؟ السوليه، مين زينا مين يا لعيبه الاهلي؟ ولا عندنا مين؟ الشحات وتاو، ولا قفشه، ولا شريف، ولا كهربا يا جماعه؟ ولا عندنا مين؟ عبد القادر. ان شاء الله كل اللعيبه دي، ان شاء الله كل اللعيبه دي واللعيبه اللي انا ما قلتش اسمها كلنا ايد واحده. وعندنا مين بقى؟ بيبو. انتوا عندكم بيبو؟ لو عندكم بيبو قولوا صح ولا لا؟ ما عندكوش حد، ربنا اللي عالم. انتوا عندكم مين؟ صح ولا لا؟ ومين زينا مين؟ عندنا كرر. حد عنده زي كرر؟ مدرب محترم قال لك في المؤتمر الصحفي الاخير انا ما شفتش وانا لاعب او انا مدرب البطولات دي. يا سلام عليك وعلى احترامك، يا سلام عليك وعلى احترامك لجمهور الاهلي، والاحترام بالحق فضيله. ده مدرب محترم. لو مش مدرب محترم مش هيطلع يشيد بالنادي الاهلي، مش هيقول لك ولا شفت ولا عملت التدريبي ولا وانا لاعب بطولات ديت. ده تعرفوا اللي بني ادم نضيف، مش واحد بيكسب ماتش ويتغلب 10 لما يجي يكسب يقول لك انا اللي جبت وابني اللي جاب وعيلتي اللي جابت وكل الدنيا هي اللي جابت. لا، احنا عندنا يا جماعه منظومه كوره، وده اللي جنن الناس كلها. ده اللي جنن الناس كلها، اللي هم ما عندهمش منظومه كوره زينا، ولا عندهم اداره زينا، ولا جمهور زينا، ولا لعيبه زينا. يا لعيبه الاهلي، في رايي وفي راي كل واحد ابن بلد، فاضل على الحلو تكه. الطبق الحلو فاضل عليه تكه. ما عايزين بقى بامر الله نخلصها التكه دي ونفرح 90 مليون. هنفرح 90 مليون غصب عنكم مش بمزاجكم. 90 مليون اهلاوي في مصر والله العظيم. هو اللي ما بيشوفش بالغربان يبقى اعمى، يبقى انسان حقودي. سيبكم من شويه اللي بيروحوا الماتشات بتاعتهم دي ويبانوا ان هم احسن جمهور جامد وبتاع. على دماغنا يا عم اللي هم جمهور جامد، وهم جمهور جامد فعلا، بس مش اكتر من النادي الاهلي. هو حد يوهمك وتصدق ان انت اكبر من جمهور الاهلي؟ اوعى حد يدلك زي ما انت بتحك عليك كل يوم. اوعى تصدق قله الادب عشان ما بتدومش. والله قله الادب ما بتدومش، ولا في الدنيا ولا في الاخره، ولا في الدنيا ولا في الاخره. وربنا ما بيحبش الظالم، صدقوني. هتلاقيه كده الظالم ربنا بيسحبه حبه حبه. الظالم ليه نهايه، والنهايه قربت، وان شاء الله هنرجع زي الاول واحسن. والله العظيم لكل مشجع كوره في مصر هنرجع زي الاول واحسن. هي بس الحته اللي فاضله دي بقى نمشيها وخلاص، وبامر الله هنرجع زي الفل. انا عكسك انت تعكسني، انا ضايقك انت تضايقني. هو كده الرياضه. لكن توصل اللي احنا نهين بعض ونشتم بعض بالباطل كل يوم، كل يوم نشتم الرموز. حرام والله، كل يوم مفيش الا الرموز هي اللي تشتم. لا عيب، عيب. ده احنا احسن من كده. احنا احسن من كده. ده احنا كلنا اخلاقنا عاليه. ايه اللي حصل؟ ده غمه وان شاء الله هتروح. والله العظيم غمه في الرياضه. احنا بنتكلم عشان اللي احنا شايفينه كل يوم في القناه بتاعتهم، شتيمه لمجلس الاداره ولاعيبه الاهلي وجمهور الاهلي، وكل يوم كلام بالباطل على الحكام وعلى كل حاجه. وبعدين كل يوم يقولوا كلام. ايه كلمه فجر دي؟ ايه كلمه فجر اللي هم ماسكينها كل يوم في القناه بتاعتهم دي؟ انا عايز اعرف، وبوجه كلمه لاي حد بيفهم في الاعلام بعد احترامي لاي حد. كلمه فجر ديت في التلفزيون في الاعلام متاحه؟ لو حد بالله عليكم يسمع الكلمه ديت ويقول لي يمكن انا ما اعرفهاش، ولو هم كلامهم صح كلمه فجر مسموح بيها في الاعلام، يبقى خلاص يا عم قول كل شويه فجر. هنعمل ايه؟ بس اللي انا اتربيت عليه كلمه فجر دي عيب. وسلام يا احسن ناس. كل واحد يشوف ابو يوسف العلاوي يدي اللايك. سلام عليكم.